بحس ان انا مش المفروض اقول حلقه جديده، المفروض اقول فيديو جديد من اسئلتكم انتوا. المهم احنا سرقنا تليفون احمد لان انا عارفه ان الفيديو هيختلف عليكم الفتره الجايه في التصوير، لان انا بدات ارجع اصور تاني بموبايلي لانه الشاحن بتاع الكاميرا باظ. وانا الحمد لله جوزي راجل سريع جدا، هيصلح لي الكاميرا في خلال كام سنه جايين ان شاء الله. المهم انا الاسك كلها، انا الانستجرام يعني والاسك كلها فتحتها عند احمد ماشي. فاحنا هاخد عشوائي وهنختار منهم اسئله وهنجاوب على جزء من الاسئله دي. وهجاوب مين هنجاوب؟ هو انا ليه دايما بكلم صيغه، بحس نفسي يعني شخص مهم مثلا في الدوله، فمش ليه بكلم البني ادمين بصيغه الجمع؟ حاجه مستفزه جدا. ما علينا، سكيب يا جماعه ده ونروح للسؤال الاول. خايفه بجد يجيلي حاجه يعني مش حباها، لانه في يعني كذا اسئله شفتها ما كانتش لذيذه خالص. يعني في حد بيسال بيقول وقتيش تظهر المفاجاه؟ مفروض انه لما الفيديو ده ينزل يبقى فاضل 3 ايام من بكره. يعني الفيديو ده هينزل النهارده من تصويره على طول، عدوا 3 ايام، بكره بعد بكره بعد، فاهمين؟ بس في حاجه ان هي اصلا اتقسمت اجزاء، فاحنا بقى المفاجاه عباره عن جزئين. جزء اولاني هنعلن عنه في فيديو، وفيديو ريل صغير، وده اللي هينزل بعد 3 ايام. وبعدها بيوم على طول هينزل فيديو طويل يشرح قصة الريل الصغير وايه الهدف منه اللي المفروض ان احنا نعملها سوا او نسعى عليها سوا. والجزء التاني هيكون عبارة عن سلسلة برضو فيها مفاجأة خاصة بيها، هي مختلفة تماما، أو لا يمكن مرتبطة شوية مع الجزء الاولاني بس مش كلها للجزء الاولاني خالص، يعني اجزاء بسيطة قوي منها مرتبطة بالجزء الاولاني. ودي هتنزل بعد العيد بحوالي 20 يوم او 15 ل 20 يوم، لسه مش مقررين قوي وهنعرفكم قبلها. ليه ده حصل؟ علشان انا كنت متوقعه ان الموضوع هياخد حجمه الطبيعي بتاع القناه. انا ما كنتش طالبه خالص ان احنا نعمل بروباجندا او ان احنا فيديوهات تطلع فايرل قوي، او دي حاجه انا ما كنتش يعني بسعى لها، بس كنت متوقعه ان احنا نجيب المشاهدات الطبيعيه اللي بنجيبها على القناه. بس للاسف انه كل الاعلانات اللي عملتها، ودي من الحاجات اللي احبطتني جدا وحسستني بالفشل معاكم، ان انا كاني بصور لنفسي او بعمل فيديوهات لنفسي انا وانتوا، مفيش صله ما بيننا اقدر اعتمد فيها عليكم في حاجه. ودي حاجه احبطتني جدا لان انا ما كنتش حابه ده من اول القناه. يعني دايما كنت بقول لكم مش مهم عددنا قد ايه، المهم ان احنا نكون يعني داعمين او ساندين لبعض طول الوقت. فحسيت بالاحباط بجد فظيع انه انا فشلت في ده. كنت متوقعه ان انتوا ممكن تساعدوني، وللاسف يعني احبطت جدا جدا جدا، لدرجه ان انا بفكر يعني جديا بعد ما اخلص النوع ده يعني المفاجاه انه اغير المحتوى، بحيث خلاص يعني اشوف يمكن في ناس تانية في محتوى يعني بيتابعوا محتوى تاني هيكونوا داعمين اكتر، او ان هما يعني اسمها ايه، نقدر نعمل صلة ما بيننا اكتر. او يمكن العيب فيا برضو من الحاجات اللي يعني تخطر في دماغي بصراحة. يعني الموضوع مش الطف حاجة بالنسبة لي، لاني فعلا 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 اتأثرت جامد 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 بكل اللي حصل. يعني بقيتي بتاكلي كويس دلوقتي ولا لسه؟ لسه مش عارفين. انا كنت الفترة اللي فاتت الحاجات كلها انا يعني بشارككم دايما على الستوري بتاع الانستجرام. كل الفيديوز اللي فاتت كانت حاجات متصوره بقالها فتره كتيره قوي، ودي حاجه قليل قوي اللي يعرفها، الناس بس اللي بتروح على الانستجرام، ده الانستجرام بتاعي. عارفين يمكن في الستوريز قد ايه كان الموضوع متعب يعني. فانا بدات اكل كويس يعني مش قوي لسه، يعني بندخل حاجات بسيطه ممكن تبقى صحيه اكتر. لسه الحاجات بس اورجانيك ما فيهاش تبقى مطبوخ او يعني فاهمين. فلسه معايا شويه وقت، بس ان شاء الله يعني ربنا يشفيني ويشفي الجميع. بصوا انا هاخد السؤال ده عشان حاجه مهمه جدا. في بنوته بتقول ان قرايه روايات الحب ولو فيها بعض الكلام الجريء حرام، ردي عليها فضلا عشان لو حرام اوقفها. انا عندي مشكله في الموضوع ده. انا لما بطلع اصور فيديو مبدئيا انا بحترم قوي سؤالك الصراحه، وحابه قوي فكره انك بتدوري مع نفسك حتى في هواياتك، فدي حاجه لذيذه قوي، فبرافو عليكي. واضح انك حد مجتهد في تربيه نفسه، مجتهد مع دينه. يعني يا رب بجد ابقى زيك والله العظيم، يعني ربنا يسعدك يا رب ويرزقك سعاده الدارين. بس انا مشكلتي هنا، او ليه خدت السؤال هنا، عشان اقول لكم
الموضوع ده يا ريت نوقفه خالص عندي على القناه. محدش يدخل يكتب اسئله دينيه، ومحدش يسالني في فتوى شرعيه، ومحدش يسالني على تفسير او حديث او يعني في ناس كمان بتكتب حديث وتقول لي هو الحديث ده كان صحيح ولا هو كان ايه. لانه يا جماعه خارجين الازهر مش علماء، دي نقطه، مش محل فتوى. بلس كمان انا تحديدا لا امت للفتوى بصله ابدا. انا ما ينفعش افتي، ما ينفعش ادي رايي، ما ينفعش اتكلم، ما ينفعش اتكلم في فتوى ليها علاقه بالدين تحت اي سبب كان، حتى لو الحاجه واضحه بالنسبه لي، لانه في اهل فتوى لده. طيب انا ليه بقدم اوقات مش دايما؟ لان في ناس عندها لبس عندي على القناه ان انا قناه دينيه. لا، القناه عندي لما بعوز او بحب اقول حاجه بقولها، بس ادي كل الموضوع. اوقات بتكلم نفسي، واوقات ترفيهي، واوقات طبي، واوقات بعمل حاجه غبيه جدا، واوقات بطلع باحمد نعمل حاجه فور فان يعني، واوقات ممكن نتكلم عن المذاكره، واوقات عن الدين. فهي الفكره كلها ان هي انا حابه ايه في اللحظه دي، فهنسعى لها او هنجرب ان احنا نعملها. فانا مش محل فتوى خالص. الفكره كلها ان انا لما بعرف معلومه دينيه اكون متاكده منها، عملت سيرش، سالت الفتوى، سالت يعني في حكمها، شفت حد اتكلم عنها، قرات عنها مثلا زي مثلا لحد ابن عثيمين مثلا، او لمصطفى العدوي سمعت له حاجه، او ايا كان، فبطلع اقول خلاص دي الحاجه اللي انا اتعلمتها جديد علشان يبقى صدقه ليا، ويمكن حد غيري ما يكونش عارفها. بس وانا بنزلها ببقى واثقه انه في ناس كتير قوي منكم عارفين المعلومات دي، بل اكتر منها بكتير، وانه انا اللي جاهله، يعني انا اللي جايه متاخر. فلو سمحتوا يا ريت نوقف في الكومنت افتاء، لانه برضو لما حد بيسال على حاجه في ناس بتدخل تفتيله، يعني في ناس بتدخل تجاوب عليه وتقول له لا الحكم الشرعي 1 2 3 4. في شيخ ممكن نساله، تمام؟ فلو سمحتوا في مشايخ ممكن نسالهم، هم اهل فتوى، مش اي حد وخلاص. وانا من ضمن طبعا الناس اللي هم اي حد وخلاص، تمام؟ السؤال ده غريب وانا مش متخيله ان هو جاي لي اصلا. هو الولد لما يقول لي انتي بتحتويني وبحس اني زي الطفل معاكي، ده طبيعي؟ بصي، لو الكلام ده قبل الخطوبه او في فتره الخطوبه فلا، مش طبيعي، عشان هو كده راجل قليل ادب، شرعا ما ينفعش، وعرفا ما ينفعش، واحتراما لنفسك ولاهلك ما ينفعش اصلا تحصل مكالمات زي دي. فلا، ده مش طبيعي. لكن لو ده بيحصل بعد كتب الكتاب او بيحصل في اثناء الجواز فلا، عادي جدا طبيعي، لان هو المفروض انك الركن الحنين ليه، المرجع ليه، هو مضطر يبين وشه خشن والناشف والستريس والضغط طول اليوم. فطبيعي جدا ان زوجك يجي اخر اليوم تبقى انت الملجأ الاول والاخير ليه، تبقى انت المصدر زي ما نقول كده الحنيه والعطف والرضا بكل حاجه بيعملها. في بقى جزئين، في حد بيبقى طفل اللي هو اعتمادي بقى، دي شخصيه عامه ليه، لا ده عنده مشكله. وفي بقى راجل بره بيته، بس لما بيدخل حقه مع مراته انه يكون على طبيعته اللي ربنا خلقها بيها، حقه يسترجع كل ذكرياته، حقه يكون على اسمها ايه، حقيقته زي ما نقول. لا مش حقيقته قوي، يعني اقصد بطبيعه مريحه بينه وبين مراته يعني. فطبعا لا، ودي حاجه حلوه جدا، ده شعور اصلا حلو جدا. فانا مش عارفه هو مضايقك في ايه الصراحه، تمام؟ اللي بعده، بصوا بقى، ازاي نتخطى تعلقنا بشخص بيحب حد تاني ومش هيكون لينا، ولو بقى لينا فهو في مجال كله محرمات، مش تكبر، ولكن انا افقه منه في الدين. انا عندي مشكله مع جمله افقه منه في الدين، بس مش مشكله خلاص. فكره انك تتخطي دي بتحصل بالدعاء والتثبيت، وان انا يعني بقعد مع ربنا كتير جدا، ادعي كل يوم باستماتة يا رب يا مقلب القلوب غير قلبي من حال لحال. ومع الوقت هتلاقي سبحان الله في حد تاني جه زوج يعني بطريقه غريبه، وهتحبيه وتستعجبي ازاي انا كنت ببص لفلان ده في يوم من الايام وايه ده يعني فاهمه قصدي؟ ودي من الحاجات اللي هتتملك منك جدا، والحاجات اللي هتبسطك جدا مع الوقت، وهتحسسك انه انا كنت غلطانه، انا ما كانش المفروض ان انا ابص لحد تاني عشان اقدر احافظ على نفسي، عشان زوجي ده قد ايه جه حلو بالطريقه اللي انا تمنيتها او انا عايزاها. طيب
فهو الدعاء والمثابره، وان انا في حاجه انت ما تبصيش على صوره، ما تفتحيش اي حاجه تخصه، ما تدوريش على ناس تنكشي كده حواليه، لما تشوفيه ما تبصيش في شكله خالص، تبصي في الارض او تبصي بعيد، ما تركزيش، ما تخليش خلايا عقلك تتخيله يعني، او تدي فرصه انها تخلق صوره جواها ليه، عشان ما يفضلش في عقلك الباطني طول الوقت. استغفري كتير، الاستغفار بيساعد. وبعدين عايزه اقول لك على حاجه، ممكن مع الوقت ممكن تبقى المشكله فيك انت، وممكن تكوني انت اللي شايفاه مش كويس، وممكن يكون هو بينه وبين ربنا حاجه تانية تخليكي انت اللي تبعدي عنه. فممكن كتر الاستغفار وكتر انك دعيتي وكتر غيره يكون حاجه من اتنين، يكون ربنا مثلا هيهديه ليكي لو هو زي ما انت بتقولي، او يكون ربنا هيهديكي ليه، او في طريقه هتجمعكم معاه. وممكن انه لا ده ما يحصلش، بس لما يجي حد تاني ربنا يعوضك، عشان انت سعيتي في انك اسمها ايه، ترضي باللي ربنا كتبهولك، وترضي بالفراق ده، وان انت تطمني قلبك وتعوديه على الدين ومحبه الله عز وجل، ان هي تكون اولى واهم حاجه. وبس بكده يكون الفيديو خلص النهارده. انا عارفه ان في اسك كتير جت، بس الاسك اللي انا اخدتها يعني طولت الفيديو، فقولوا لي لو انتوا حابين ان انا اعمل بارت 2 ارد عليكم على باقي الاسئله ولا لا. برضو روحوا على الانستجرام، هناك هنزل لكم برضو اسك عشان حابين تسالوا على حاجه تانية. ده الانستجرام بتاعي. ويا دمتم بخير. ما تنسوش المفاجاه هتنزل بعد 4 ايام من دلوقتي، لا 3 ايام من دلوقتي، يعني النهارده بكره بعد بكره، فاهمين؟ وبس دمتم بخير يا جماعه، دوري كتير قوي.